السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولات الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكون في تمام صحة وحال ورحب بالي يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معكم ليلى فوزي. فلو أول مرة تشوف القناة فعلى زر الجرس على الكل وتدوسوا السبسكرايب الزر الأحمر اشتراك واللايك والتعليق طبعا. اهلا بكل الفراولات اللي معانا. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، والله بجد كل تعليق بيبقى احلى من التاني، كل تعليق فيكو او منكو بيبقى مميز. ده كده الاستيكر ده كانت رودي اللي هي مدرسة مكة. كانت همس وسما. طبعا هي بتكافئ مكة بعد بصوا بس الرسومات دي عشان هكلمكم عليها، الرسومات اللي في ظهر الاستيكر بتكافئ مكة مثلا، بتكون شطوره وكده بتديها ستيكر. فهمس وسما شبطوا، فديت لهم ببص لقيت رودي داخله لي تقول لي يلا تعالي يا لولي، تعالي يا ليلى، تعالي انا عارفه ان انت كمان صغيره زيهم، يلا خدي لك واحده. فهي بصراحه اللي اديتهاني ميرسي قوي يا رودي، انت زي القمر اصلا. ف ببص بقى انا حطيت الستيكر جنبي بقى بتاعي مبسوطه بيه وكده يعني. ببص الصبح اتلاقيته مقلوب على وشه ومحطوط عليه الرسومات دي. انا بجد اتخضيت لان الرسومات هي شكلها حلو وكل حاجه، بس انا اتخضيت يعني ايه الرسومات دي. فقعدت بقى اسالهم مين اللي رسم الرسومات دي، لقيتها مكه بقى يعني كانت بتلعب يعني. فقلت لها يا بنتي انت مش عندك الاستيكر بتاعك؟ يعني انا بتيجي على حاجتي ليه؟ انا مش فاهمه انت بتيجي عندي حاجتي ليه؟ عندك الاستيكر بتاعك العبي فيه زي ما انت عايزه، مالك ومال الاستيكر بتاعي انا؟ شفتي يا رودي بقى، انا والله مش عارفه اقول ايه بقى، اتفضلي اتصرفي بقى، مش عايزين برضو يسيبوني في حالي. النهارده زي ما احنا شفنا في المقتطفات، عندنا روتين حلو قوي للغرفة، حاجات بقى كده هننضف ونلمع ونظبط الخشب وهنغير ديكور الغرفة نفسها. هنعمل مع بعض، هقول لكم كمان ازاي بعتيني بالحاجة الفرو اللي عندي سواء مفروشات الكلام ده. احنا هنا دي قلنا ان انا دي غسلتها معاكم في الغسالة الاوتوماتيك تمام. طيب انا بقى بصراحة مش حباكم تجازفوا بكده، انا بغسلها هو بيطلع ده، بس انا عشان يعني انا هقول لكم ايه، الشعر بتاع الفرو ده بنات شعري اصلي يعني وحلو، فانا ما اعرفش الخامه اللي هتتعاملوا معاها ايه، فممكن انتوا تقوموا عاملينها في الغساله تبوظ يعني. انا بالنسبه لي يبقى عشان احنا نبقى في الضمان او في المنطقه اللي في النص بالظبط، بحيث ما تقولوش مثلا ليلى غسلتها في الغساله ما نعمل كده. مش عارفه اخاف تجازفوا بصراحه. انا غسلتها في الغساله، بس عشان نبقى في المتوسط خلينا ننقع في حاجه، يعني تنقعي في البانيو، تنقعي مثلا في طبق كبير ايا كان شويه، ويا ريت بدون حاجات ولا كلور ولا الكلام ده، ما بيحتاجش والله العظيم الفرو ده بجد ما بيحتاجش خالص، شويه ميه والمسحوق الغساله وخلاص. وما تعمليش لو اضطريتي بقى تجسفي زي كده تحطي في الغساله، ولا تعملي عصر، ولا تعملي اسمه ايه التاني، لا يا ربي اعملي عصر عادي. لا تعملي حراره، لا تعملي حراره عاليه، ولا تحطي كيماويات ولا كده، على قد شويه المسحوق بس خلاص. لان هو اساسا الشعر اصلا بتاع الفرو ده يا بنات حاجه صناعيه يعني، فاهمه؟ يعني هو شعر الفتله بتاعته دي صناعيه. هنا بقى دي النقطه اللي انا المره اللي فاتت قلت لكم، لو انا حابه ان انا اسيبه من غير ما انا اسرحه بالفرشه عادي، لو احب اسرحه بالفرشه عادي، يعني عندك ده وعندك ده والاتنين شكلهم حلو يعني. بس بصراحه وللامانه لما بتلاقيه متسرح كده تحس ان هو عسول كده ابن ناس في نفسه يعني. هنا كنت رتبت الريسبشن او الانتريه بسرعه، بس ما كنستش يعني، هنا كان لسه فاضلي كده بس الكنس، قلت بقى اطلع المفرش واحط بقى الكوشنات بتاعتي عادي زي ما احنا عملنا. والنهارده الديكور بتاع الغرفه عندي اخدني بصراحه. كان حد سألني الكوشن ده كنت جايباه منين، كان من لو مارشي. قلنا لو مارشي هو الجاليري بتاعهم يا بنات عند الساحة الشاطئية، وتقريبا 80% من الحاجة عندي من لو مارشي، أكترية الحاجات في البيت. بالنسبة بنات اللي هو المفرش الفرو ده الأبيض ده، كنت جايبة، اللهم ذكرني اللهم ذكرني، عارفين عارفين استوديو كايرو اللي هو قدام حي العرب؟ كان في جنبهم حد بيبيع اللي هم بيبيعوا السجاد تقريبا، يا رب يا رب يكون هو، لان انا هو عندي من زمان قوي يا بنات، قوي 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 جدا يعني. مش فاكره والله كنت جايباه منين، اللي معايا من بنات من فتره يفكرني لو هو فاكر، بس بتقلي من دول يعني، اللي هم اللي بيبيعوا السجاد جنب استوديو كايرو عند حي العرب. انا كنت شغاله سوره البقره بقى، على فكره ده روتين يوم الجمعه. وكان روتين لذيذ وخفيف وانا كنت مبسوطه فيه. ليه بقى؟ الجو كان لطيف قوي 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 يعني، في سقعه بس مش البايخه يعني، مش اللي هي تخليكي كده ما تتحركيش. ندخل بقى على غرفه الماستر. بالنسبه لي يا بنات انا الالوان اللي هستخدمها النهارده الالوان كده طبعا شتوي قوي، مناسبه للجو اللي احنا فيه ده جدا. النهارده كمان هنلمع الخشب، وعايزه اقول لكم على ميزه حلوه جدا في الخشب الفاتح، ان عارفين لما بيبقى مثلا فيها بنات الغبار او العفره اللي احنا بنسميها عفره، او الغبار اللي بيبقى على الاسطح بتاعه الخشب،
بيبقى باين اكتر يا بنات في الخشب الغامق، لكن بالنسبه للخشب الفاتح بجد دي ميزه فيه ان ما بيبقاش باين قوي. احط بس كده شويه بادي سبلاش على الخداديه. وعايزه اقول لكم ان انا الخداديه دي غسلتها في الغساله، بس بصراحه بيني وبينكم مش عارفه ده صح ولا لا. بس عارفين شايفين اللي هي الايه اسمها ايه الحمايه بتاعتها، تحس ان هي اتقطعت شويه. بس حبيت برضو انوه واقول لكم على النقطه دي. بس على فكره مش عارفه يعني الخداديه بنات دي فيها حاجه غريبه جدا. لاحظتها لما بغسلها بنات بتاخد فتره كبيره جدا ان هي تنشف، لان اساسا الخامه بتاعتها من جوه على فكره مش اسفنج خالص عادي، لا هي عامله زي السلايم اللي هو ايه بنات، تمسكيه كده يجي معاكي كده وما تسيبيه يفرد تاني. فهي الخامة بتاعتها حلوة الصراحة يعني، ولكن في حاجة غريبة. لما غسلتها آخر مرة قعدت فترة كبيرة تنشف، وفي حاجة ببص لقيتها بنات نشفت نشفان اللي هو إيه كأنها خشب، فاهمة حاجة؟ فخشب كده ماسكة في نفسها كده يعني. فأنا بصراحة يمكن مش عارفة أول مرة تعمل معايا كده، يمكن عشان الشتا معرفش، عشان أنا غسلتها قريب. فخدوا بالكم بقى، اسمعيني بصي، لو تعرضتي لكده ولقيتيها مخشبه كده او جامده معاكي، خدي بالك لا تقع، بكلمك جد، يعني ولا تقع ولا تتخبط، يعني اصبري لغايه لما انت تبداي تنشف خالص. ولا تحاولي ان انت كانك بتحركيها او كده. عارفه ليه؟ لان بتاخد وضع بنات الحاجه القاسيه او الحاجه الجامده او زي البلاستيك او زي الخشب، فخدي بالك لا تتكسر. انا بكلمك جد مش بهزر، لان انا لقيتها، هبقى اوريها لكم المره اللي فاتت، انا نسيت المره دي اوريها لكم. لقيتها بصوا بنات الخداديه من النص مشقوقه، فمعنى كده ان هي وقعت اتخبطت. وطبعا هي اخده الوضع اللي هو ايه الخشب الجامده دي جامده، عشان هي لسه ما كانتش كملت، بدات نشفانها والكلام ده. فتقريبا لها معامله خاصه جدا 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 الخداديه دي. طبعا ليه بقول الكلام ده كله؟ لان انتوا عارفين اي كلام بقوله بيبقى ثقه، واي ريفيو بقوله عن اي حاجه لازم اقول الحلو والوحش. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الريفيو عن المساحه الهوفر البخار، الحمد لله ان انتوا استفدتوا، ببقى مبسوطه جدا يا بنات اما بتوصل لكم المعلومه كامله وان انتوا بتبقوا مستفيدين. وبصراحه ببقى سعيده لما اي فيديو ينزل لكم يبقى انتوا مستفيدين بيه. بالنسبه بنات هنا للدفايه دي، الدفايه دي بنات انا كنت جايباها، عارفين شارع، طبعا احنا بنتكلم على محافظه بورسعيد، شارع محمد علي. شارع محمد علي عارفين البهائي اللي هناك اللي هو بتاع المفروشات، ده اللي هناك ده كده. يا الله كنت جايباها من كذا سنة، كانت ب60 جنيه الله أعلى وأعلم الوقت بقى، كذا سنة طبعا، مثلا نقول 3 سنين، تلاتة تقريبا 4، كانت ب60 جنيه. ويا الله يعني مش عارفة، عارفين اللي هو الواحد ايه بقى اللي هو ساعات يقول لك انا ما جبتش اللي منها الوان كتير، يعني هو قدر يعني، طبعا كل حاجة قدر. لان اولا هي خفيفة مش محملة، بس ولكن هي بتفيد في فرش السرير، يعني هي بتدي شكل حلو للسرير. الالوان بتاعتها يا بنات لو مش واضحه قوي هقول لكم عليها. الاساس بتاعها اللي هو الازرق اللي هو الكحلي جامد، داخل فيها القارو بتاعها. شايفين الهوا كان بيعاكسني طول ما انا بصور وعمال يرفع لي الدفايه. داخل فيها الاورنج، داخل فيها الابيض على فكره، وهنرجع لها الوقت تاني اشرح لكم. بس هنا كده كنت عايزه احط على الطرف بتاع السرير، انتم متعودين مني ان انا مثلا بحط مفرش بيبقى اللون اللي انا حابه اظهره في الديكور بتاعي. لما اجي بختار لون ببقى ايه اللون اللي انا مركزه عليه، اسمه اللون الداعم، يعني انا بسميه بالنسبه لي، انا بسميه اللون الداعم. اللون الداعم اللي هو اللي بيعزز الشيء، يعني بيخليه جميل او بيظهر الحاجه. اتكلمت عليه في فيديوهات كتيره قبل كده. فالنهارده بصي بقى، عشان في ناس كتير بيقولوا يا ليلى خليكي معانا في التنسيقات وانت بتعمليه حاجه. بصي بقى، انا الاساس بتاعي ايه غامق الى حد ما هي غامقه برضو الدفايه، فمش هينفع يعني انا احط اورنج، ممكن، بس انا عايزه حاجه تنطق، فاهمه؟ عايزه حاجه، لا انا حاطه لون غامق بس في نفس الوقت حابه ادخل لون حلو كده، لون مميز. اولا لو تاخدوا بالكم في الديكور ده ان انا اختلفت عن اسلوبي اللي فات، ان انا بحط بحب احط اصغر لون في الدفايه. اصغر لون في الدفايه يا بنات ايه؟ عندك اهو الابيض اهو، وعندك الاورنج، صح؟ لو حطينا الاورنج مش وحش، فاهمه؟ فمش وحش، فاهمه حاجه؟ بس هيبقى مش عارفه افهمها لك ازاي، تحسي ان هو كده، بصي بالبلدي كده بيقول لك لونه محلون يعني.
الوان قوي، لا انا عايزه الوان بس في نفس الوقت ما احسش ان انا متضايقه من الالوان قوي يعني. طيب يبقى احنا معانا اللون التاني ايه؟ ممكن يدخل البيج لو تاخدي بالك اهو، تمام. بس لا، البيج هيديكي مش هيديكي، بما ان انا حاطه الملايه ابيض. بصي نستخدم البيج امتى؟ استخدم البيج لو انا الملايه بيج، او لو ان كيس الخداديه الابيض ده بيج، خلاص كده. لو بيج وبيج خلاص هتحطي المفرش ايه؟ بيج. حلو ده، حلو ده. فكده كده هتحطي الاكسسوارز بتاعتك اللون اللي انت بقى اللي انا ما ينفعش احطه مكان المفرش، اللون اللي هو الداعم يعني. هتحطي بقى ايه؟ الاورنج، سواء في الكتاب، سواء في الكتاب الديكور، سواء في اليقطين الصغير. شايفين المنظر ده اللي انا بقى كنت عايزه اوصله. بصي يعني هي الفكره ان انا عامله حاجه غامقه. ما خلي بالكوا حته ان انت تستخدمي في السرير حاجه غامقه دي مخاطره، خلي بالك مش اي حد بيحبها ومش اي حد يتقبلها. فاكرين لما كنا عاملين ديكور الاسود في الاصفر كان يهبل وطلع خارج التوقعات. في مثلا حد سالني ايه لازمه المفرش اللي بيبقى على السرير؟ هو ليه لازمتين على فكره. حاجه منهم ان هو بجد هو ديكور، خلاص كده. اولا هو ديكور معايا، لكن حاجه تانية ان انا ساعات ما بحبش ابقى بتغطى مثلا او احط اللي اسمها ايه الدفايه انكش السرير يعني. فبيكفيني ان انا بس باخد اسمه ايه المفرش ده وبحطه بس على طرف الرجل كده عشان السقعه. يعني انا بستخدمه مش بس ان انا حاطه ديكور، لا انا بستخدمه. هنا كده بوريكم ان تخيلوا نجفه من الهواء النهارده. الهواء كان لطيف وكتير يعني، لطيف وشديد في نفس الوقت. فكان بيحرك معايا النجفه بالجامد جدا. وانا عايزه اقول لكم ان الهوا ده انا ما اعرفش، عشان انا يعني مش عارفه، بس الهوا بجد بيغيرني يعني. انا بتغير يعني، بحس ان المود بتاعي بيتغير لما بلاقي هوا. حتى في الصيف على فكره لما بيبقى فيه هوا على بحر، هوا لطيف. عارفه اللي هو حته الهوا اللطيف يعني، اللي هو بيلامس كده الانف كده بريحته بجماله حتى لو لامس وجهك كده سبحان الله. لا الهوا، انا عاشقه للهوا وللميه جدا يعني، للبحر للهوا، اي حاجه فيها طبيعه يعني. فبحس ان هي بتفرق معايا، مش عارفه ليه انتوا كده ولا ايه بقى. بصوا بقى، انا بما ان انا يعني ايه بستخدم سبل الراحه في الغرفه عندي. فانا عندي هنا الكرسي اللي هو الخشب اللي هو الهزاز. حبيت ان انا برضو اظبط القعده. اصلا انا هقول لكم دي قعدتي المفضله على الكرسي ده عشان تبقوا عارفين. فوانا بحط، لو تاخدوا بالكم ان المفرش اللي جوه بنات فيه مقلم يعني، هو بيج فاتح خالص بس مقلم. وانا اهو مش وحش بس مش، لا يعني لا مش مع اللي انا عاملاه. لا اللي انا عاملاه عايز حاجه ساده زي دي مثلا. ودي كانت قطعه قماش يا بنات، كنت جايباها من شارع بورانيا اللي هم الناس هناك بتوع القماش، بيعملوا ساعات حاجات كده صيفي شتوي حلوه. فكان بالمتر، ولا ده كان من عند، لا يا ربي ده كان من عند الملكه، من عند محمد رمضان تقريبا يعني. حطيت بقى الكوشن بتاع ويلكم هنا، ويلكم. في حاجة تانية برضو هشرحها عن الغزلات اللي هناك على التسريحة، بس لما نبقى نوصل لها ان شاء الله. فبصوا بقى، شايفين المنظر ده اللي انا بتكلم فيه، ان انا عايزه الشكل هادي في نفس الوقت. في لون معايا. لو تاخدوا بالكم من الكوشن ده، مش كوشن اللي هو فوق ده اللي على ده، دي خداديه كامله. ليه بقى؟ بصوا دي قعدتي انا ببقى قاعده عامله كده، وحبيت احط الكوشن تحت كده ازرق برضو ناحيه رجليا. انا بحب احط يعني دلوقتي حالا وانا بصور لكم قاعده على الكرسي، ورجليا بقى بتبقى على الكوشن عشان طبعا دلوقتي في سقعه والله. وحتى ايام الصيف كنت انا بحب احط رجلي كده يعني، ابقى اسمها ايه، قاعده اخده راحتي، قاعده مرتاحه يعني. مش عشان قاعده اعمل حاجه لا ما بقاش مرتاحه، لا ببقى حابه ان انا ادي راحتي او انبساطي في الحاجه للاخر يعني. فاهمه حاجه؟ هو ده كده هعمل ايه؟ بقيت حلو. المهم بعض الكلمات لمن احب. فالمهم فبس حطيت بقى الورده بتاعتي اللون ابيض طبعا. خلي بالك خلاص يعني هتحطي ورده فوق الكتاب الاورنج هيبقى فاتح يعني، احنا بنفتح الدنيا. فبتهيألي يا بنات الشرح واضح صح يعني، صح كده. بصوا يا بنات، بالنسبه للاكياس بتاعت الكوشان اللي هناك ده اللي هو اللي قدام الخداديه الابيض، لو تاخدوا بالكم ان هو اولا مدي شكل يا بنات اللي هو الكارو. بصي ماشي مع الدفايه. على فكره عايزه اقول لكم مفيش حاجه من دي بتاعت اي حاجه، لا ده طقم ولا اي حاجه، كله توفيق الله سبحانه وتعالى طبعا الاول. ثم يعني انا يعني عاملاهم مع بعض طبعا كده. المناديل بتاعت الخشب طبعا لون الاورنج. فكده
فانا حتى لابسه حاجه لونها ازرق فكده كده. فالمهم بقى خلينا في المهم. فالكوشن يا بنات ده كان منين؟ بصوا بقى، عشان بحب تقعدوا تسالوا كتير، انا عارفه بس اعمل ايه؟ طيب بحبكم، طيب اسالوا زي ما انتوا عايزين طبعا. وانا بصراحه بحب اقول يعني ليكوا انتوا عشان انا بحب حد بحبه يستفاد يعني. بصي يا حبيبتي يا فراولتي، الكوشن كان منين بقى؟ عارفين برضو نفس الشارع اللي هو بتاع استوديو كايرو، اللي هو قدام حي العرب، هتلاقي محل اسمه ستارا مول. ويا جماعه اي حاجه بنوه فيها بنوه عنها في الفيديو، اي مكان بقول عليه فتروحوا تقولوا من القناه، لعله عسى يكونوا عاملين لنا عروض عشانكم الكلام ده كله. فستارا مول يا بنات هتلاقوه هناك ناحيه حي العرب. هو بيبيع ايه ستارا مول، او عباره عن ايه يعني؟ هو اصلا محل بيبيع الستاير، سواء الاورجانزا سواء الستاير الشفافه الخفيفه، بيبيع البلاك اوت، بيبيع الكوشنات. واحلى حاجه فيه انا يعني ده احسن مكان شفته في بورسعيد لغايه دلوقتي، بيبيع لك الكوشن جاهز. يعني انا بصراحه باخد منه الاشكال والكوشنات، وعلى فكره جايبه منه حاجات كتير جدا، واسعاره تحفه، اسعاره تجنن، مش شبه الحاجات اللي في اي جاليري واوفر قوي، واسعارهم كده حاجه ربنا يهدي يعني. فالشاهد خلينا في حالنا. فاسعاره حلوه، الكوشن جاهز تاخديه على انك تلبسيها على طول. طبعا تبقي حابه مثلا تاخدي الفايبر اللي جوه زي ما انت عايزه بتاخديها، او بتسيبيها، ده حاجه ترجع لك. اللي كلمتني على الغزالات دي وكده وقالت لي ليلى انا والله عايزه اجيب حاجه زي كده بس خايفه من الحرمانيه وكده. بص انا عايزه اقول لك على حاجه، هو انا بالنسبه لي انا ما اعرفش تفصيلها الفتوي ايه يعني، هي في الافتاء ايه يعني ان انا افتي في حاجه زي كده بس. ولكن هتاخدي بالك دلوقتي ان همسك لك غزاله منهم. انا عموما في اي حاجه لراحتي النفسيه كمان ما بحبش اي حاجه فيها عيون. انا لو تاخدي بالك الغزاله انا ما بحبش اي حاجه فيها عيون. العيون اي بصي يعني ممكن الوقت مش فاكره هوريها لكم في اي جزء دلوقتي. بصي دي ما فيهاش عيون خالص، ما فيهاش عيون. انا بكره اي حاجه فيها عيون اصلا، ما برتاحش نفسيا، ما اعرفش ليه يعني، مش موضوع بس حرمانيا، انا ما برتاحش، انا حاجه فيها عيون ما بحبش، وخصوصا في الغرفه. حتى العرايس احطهم على وشهم عند الولاد مثلا، ما ويقول لك العروسه تعاملي معاها كانها مهانه يعني، خليها تترمى في الارض، ما تعززيهاش كده، ما تديهاش القيمه لا عادي تترمى في الارض شويه يعني كده. كنت هقول لكم ايه؟ فبصي هي الفكره عندي انا ان الغزاله ما بيبقاش فيها عين، او عندي الصور او اي حاجه فيها صور يعني. مثلا لو انا جبت درس جديد مثلا للبيت او كده ما احبش حاجه لها عين ظاهره قوي يعني، الى حد ما مش ببقى مبسوطه يعني. بس الافضل ان تبقى العين فيها طمس كده او مش موجوده، احسن يعني، بيبقى افضل يعني. بس ده السؤال بقى بالنسبة للغزالات اللي أنا سألته. برضو بيني وبينكم هنا الجزئية دي كنت عايزة ألمعها بس مش عارفة مرة تانية يعني. أنا هلمع أو هشيل الكتب كله بس مش اللي أنا بالي فيه يعني هنا كده كنت قلت خلاص هعمل من على الوش، لقيت إيدي لا لا انزلوا تحت انزلوا تحت، لا قعدت أعمل كده، لا يلا. بس بقى فكرة إن أنا أشيل البراويز اللي ورا وكده لا يعني شوية كده ممكن مرة تانية. بس ما حبيتش، لان انا بصوا افهمكم حاجه، لما باجي اعمل اي روتين في البيت او اي تنظيف بمعنى اصح او اي حاجه في حياتي بيبقى ورايا حاجات تانية يعني. انا عارفه ان انا ورايا حاجات تانية، فبصي عارفه اللي هو ايه، مش هفتح هنا شغل عشان هيخليني ابعد عن حاجه الهدف الاساسي اللي انا هطلع منه من الفيديو مثلا او الحاجه اللي انا هصورها، فمش عايزه ابعد عن اللي انا مركزه فيه، فاهمه حاجه؟ فكده كده نضفت ورتبت وكل حاجه، بس برضو في حته لورا كده ممكن ان شاء الله مره تانية ابقى اعمل. هنا بقى بالنسبه للكتب بتاعتي ديكور دي كنت انا حابه ان انا الملون قوي ارجعه لورا. هفهمكم حاجه يعني، مثلا انا عامله ديكورات في الوان الخشب لونه فاتح بيج، مش عارفه ايه، ابيض في اسود، الازرق بقى والاحمر وكده. لما تيجي عيني عليه، اصل خلي بالكم الموضوع مش بس ان انا برتب بس، لا لما تيجي عيني عليه ناحيه التسريحه، مش عايزه شغل الهرجله وشغل اللي هو ايه اي الوان وخلاص، لا مش بحب كده يعني. انا سبت اللي هي الفلفلايه اللي هي دي اللي هي لونها اورنج، ليه؟ لان هي لونها اورنج، فاهمه حاجه كده؟ بس فحبيت الحاجه اللي هي مريحه للعين، بحيث ان انا ابص بصه سريعه كده على الحاجه خلاص ما بقاش متضايقه. وفعلا بعد ما خلصت هوريكم الشكل النهائي، كان مريح جدا، عكس ما انا قمت داخله كده في اول المقطع اللي عدى.
فتحس الاشكال كلها ابيض لا اسود لا بيج يعني، فمش مشكله يعني. حتى كلمه الانستجرام الكتاب بتاع الديكور تحس ان فيه اللون الاورنج عادي ماشي مع الفلفلايه الاورنجيه دي، فحلو جدا. وعايزه اقول لكم ان انا قلت ايه بقى والله انا فظيعه. انا قلت هشيل الفلفلايه دي واحطها جنب الحاجات دي اللي هي الغزلات، بس نسيت. تخيلوا ما افتكرش حالا وانا بمنتج معاكم. المنظر شكله جميل ولطيف. طبعا لسه طبعا بقيه الديكور احنا مخلصنا يعني، بقيه قصدي الروتين ما خلصناهوش. هنلمع بقى هنا الكومود ده اللي سالني بنات على الاباجوره دي. الاباجوره دي كانت من محل اي كيو. محل اي كيو عارفين مول هوليوود؟ هتلاقوه هناك جنب اللهم نسيت اسمه، البوستيف اسمه ايه اللي هو بتاع الملابس الرياضيه، نسيت خالص كنت حافظاه صم. فهتلاقوه هناك في مول هوليوود اسمه ايه اسمه اي كيو، مش ايكيا، اي كيو. فده كان منها الاباجوره. والاباجوره عندي من زمان جدا تقريبا، يا تصدقوا من ايام مثلا بورتو وكده، فتقريبا مثلا 3 سنين مثلا 3 4 سنين مثلا. بصوا بقى ده اللي بقول لكم عليه، ان فعلا بص الخشب ما تحسيش ان في حاجه، بس انا هنا شايفين الغبار طالع ما يبانش غير لما مثلا انتي تنضفي. فشايفين حطوا لايك، شايفين اللايك ده تحطوا حرين عشان هزعل جدا. مبسوطه قوي يا بنات والله بجد بالتفاعل بتاعكم، بس ما تنسوش بجد 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 تحطوا لايك. تاني حاجه اوعوا تنسوا جدا ان انتوا تعملوا تعليقات كتير. يعني في ناس كتير يقول لك مثلا ليلى افيدك ازاي في الفيديو انك تعملي كذا تعليق، مش عارفه تكتبي ايه، مش شرط تكتبي يعني، ممكن تعملي ستيكر ايموشنات كتير، كذا كذا تعليق. في حد بيقول لي يا ليلى انا اتفرجت على الفيديو ده اكتر من مره، برضه عشان تفيديني كليلى تتفرجي عليه اكتر من مره من اكونت تاني. يعني تعملي على اليوتيوب اكونت تتفرجي من عند ابنك مره، من عند مثلا اختك مره، من عند مامتك كده، فاهمه؟ ده يفرق. انما من نفس الواي فاي خلي بالك يعني، نفس النوع الواي فاي لا، فاهمه حاجه؟ مش بتتحسب. لو اتفرجتي 100 مره تتحسب لك مره، يعني هو نظامه هنا كده. فالحمد لله رب العالمين. مبسوطه بيكم يعني وبالتفاعل بتاعكم وبالتعليقات بتاعتكم. وطبعا طبعا طبعا انتوا جزء مهم جدا في حياتي، وجزء مبسوطه بيه وجوده في حياتي. بحس ان دي نعمه من عند ربنا. يا رب بدعي ربنا دايما ان يديمها نعمه في حياتي وجودكم، لان هو وجودكم فارق معايا كتير 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 والله بجد. وانتوا مصدر حاجه حلوه في حياتي يعني. دي بالنسبه للي هستخدمتها، دي بستخدمها دلوقتي، دي المكنسه الهوفر، وقلنا ان هي وايرلس بدون سلك وبتتشحن. انا بس عشان لو حد جديد، ولان بجد اللهم بارك اللهم بارك كل فيديو ببقى الاقي فيه ناس جداد، فربما بس معلش برضو من حقهم علينا ان احنا نشرح ده ايه يعني. حد حابب مثلا يعرف نوعها ايه، عجبته بتاع كده. انا اتكلمت عنهم كتير بصراحه انا اتكلمت عن الهوفر سواء المكنسه او مساحه البخار كتير جدا في الفيديوهات. بس اي سؤال طبعا تحت امر اي حد من الناس الجداد حابب يسال عن اي حاجه هقول له طبعا عليها على طول. بصوا بقى هنا، بصوا هنا انا واقفه هنا مش عايزه امشي. اروع وقت، بصوا شايفين ده وقت المغرب، ساعه المغرب يوم الجمعه. وانتوا عارفين ان قبل المغرب يعني قبل المغرب بساعه الدعاء ان شاء الله مستجاب يوم الجمعه. فخدوا بالكم يعني، خدوا بالكم من ده. وانا الحمد لله قعدت ادعي كتير ربنا يا رب يتقبل. اللي سألني برضو عن المساحة دي مش البخار ولا حاجة، مساحة عادية خالص جدا، وكنت جايباها من محل الأدوات المنزلية اللي هو محل الأمير. هتلاقوه بنات في البازار هتلاقوه عند، عارفين هايبر ماركت محمود الفار جنبه كده، اسمه محل الأمير. كنت جايباها من يوم يعني، مثلا نقول مثلا بصي يعني 4 شهور مثلا أو 3 شهور، صح يا بنات؟ كانت ب300 جنيه، وهي ميزتها ان هي فيها الجزئيه بتاعه البخاخ دي. فخدي بالك بس لو انت السيراميك بتاعك غامق ما تحاوليش تحطي ماده مثلا حاجه تغير يعني، فاهمه؟ تخليك السيراميك مش بيلمع الكلام ده كله. بس فهي ممتازه روعه، من اجمل اللهم بارك مساحات اللي انا استخدمتها. ولكن حصل فيها عيب، وانا كنت اتكلمت معاكم لما قعدنا نهزر، وانا صلحتها من جوه بمعلقه صغيره. جبت معلقه صغيره وصلحت المساحه دي معاكم. وكان يوم بجد على قد ما انا كنت متنكده وزعلانه ان هي كسرت وكده، بس وانا بعمل اسمها ايه بالمعلقه وكده كنت فطسانه ضحك يعني. ساعات صحيح النساء دول يعني الستات دول بجد بيفكروا بطريقه يعني ملناش حل والله، ملناش كتالوج احنا اصلا. فكده كده
بتمنى طبعا 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 انكم بتبقوا مبسوطين معايا في الفيديو، وببقى حابه اعرف انتوا جربتوا ايه من عندي في القناه هنا، سواء في اكله حد عمل يا بنات الوصفه بتاعت البطاطا اللي انا قلت لكم عليها، اللي بالنيدو والزبده والكلام ده. لو حد جربها، في حد قال لي اه اللي جربتها حلوه، ومين تاني جربها. طيب واخدتوا مني ايه يعني، انا عايزاكم التعليقات تحت تقولوا لي إيه، شفنا كذا عندك وعملنا كذا، عملنا كذا، يعني كذا، يعني حاجه فعلا تكونوا لمستوها وفرقت معاكم وفرقت في حياتكم، او اي حتى مثلا ايه، اي حتى اي كلمه، يعني اي كلام، اي مواضيع اتكلمنا فيها، سواء اي موضوع في العموم، يعني في العلاقات، في الكلام ده، ايه الاشياء اللي انتوا لمستوه كنتوا مبسوطين بيه وفرق معاكم في حياتكم. انا بيجيني تعليقات الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، فببقى مبسوطه وسعيده بيها جدا. فيا رب يا رب يديم ما بينا ويديمكم نعمه في حياتي. اخر حاجه بقى في لقطه الغرفه، خلاص هرجع البانكيت مكانه، هحط كمان ههدي الانوار، هحط كمان الاتنين ورده ده مكانها. وعايزه اقول لكم ان الهوا هوايا اروع حاجه في الدنيا بجد والله، نعم ربنا علينا. يا رب يديم دايما نعمه الرضا عليا وعليكم، اللهم امين، ويبارك لي في ولادي وفي حياتي. واتمنى ان انتوا تكبروا القناه، لان ده رجاء مني ليكوا يعني. شيروا مع اصحابكم كتير، كل ما تشوفوا حد عرفوه بالقناه، خدي اللينك بتاع الصفحه وانشري الفيديو وعرفوا الناس بالقناه. دي حاجه تسعدني جدا، لان ما يبقى المجهود ليه ثمره، طبعا 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 بيسعد جدا. تحس ان مجهودك ده ما راحش سودا كده، لم يذهب سودا. ربنا يا رب يجعل دايما التوفيق في حياتنا والسعاده، اللهم امين. ويا رب يا رب دايما اكون بالنسبه لكم مصدر بهجه وسعاده دايما. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني بكم في جنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وانا بحبكم قوي 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 قوي. هتلمسوا حبي دون ان شاء الله، انا نتقابل في الجنه، ربنا يجعلنا منها اللهم امين، ويبارك لنا في ارزاقنا واولادنا اللهم امين. اشوفكم على خير يا احلى وارق فراولات في حياتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.